تحذير: يتضمن الفيديو مشاهد صادمة لأصحاب القلوب الضعيفة. أتمنى يا عزيزي المشاهد لو مش هتقدر تتحمل ما تكملش الفيديو، عشان فعلا الحكاية صعبة جدا. أهلا وسهلا بيكم، معاكم أحمد موسى. النهاردة معانا حكاية غريبة ومؤلمة في نفس الوقت. حكاية حصلت في الدهالية تحديدا بالقاس، ومش أي حكاية، دي حكاية جريمة قتل لطالب ثانوي اسمه إيهاب أشرف. الصدمة مش بس في الجريمة، الصدمة كمان في مين اللي عملها. تخيلوا معايا المدرس بتاع الفيزياء اللي المفروض يكون قدوة لطلابه هو اللي قرر ينهي حياة إيهاب وغدر بيه. بس السؤال الكبير هنا ليه؟ والإجابة أغرب من الخيال. الدافع كان عشان يقدموا قربان لمقبرة فرعونية. هنحاول نغوص في التفاصيل، نفهم الدوافع، ونشوف ازاي وصلت الأمور للمستوى ده من الجنون. يعني ايه قربان لمقبرة فرعونية في عصرنا الحالي؟ وازاي المدرس المفروض يكون فيه الأمانة والتربية يقدم على فعل زي ده؟ الحادثة مشرفة وهزت أركان مركز الستاموني في محافظة الدقهلية، واللي أثارت زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي. القصة بدأت لما الناس لقوه نص تحتاني لجسم طالب اسمه إيهاب أشرف عبد العزيز. الخبر ده لوحده نشر الخوف والقلق في كل قلوب اللي سمعوه. والد إيهاب طلع في فيديو وهو بيقول كلام أثر في كل اللي سمعوه: إيهاب لازم يدفن، ومش هتدفن على مرتين. حق إيهاب لازم يرجع ومش هيضيع. تسعد دائرة البحث علشان يكشفوا مين ورا الجريمة المروعة دي، ولقوا النصف التاني من جسم إيهاب. الشرطة ما سابتش حد مشكوك فيه إلا واستجوبته، والتحقيقات شملت كل حد ليه علاقة بالقصة وبمشاركة كل الأجهزة الأمنية على أعلى مستوى. وفي الآخر النيابة العامة طلعت ببيان وفيه التفاصيل اللي هتصدمكم. طلع الجاني مدرس الطالب نفسه، والشرطة قبضت عليه وهو اعترف تفصيليا بكل حاجة. دافع ولا جريمة كان طلب فدية من أهل الولد بسبب مشاكل مالية كان بيمر بيها، وطبعا لسه التحقيقات مستمرة. القصة بدأت لما الشرطة استلمت بلاغ في 14 فبراير بالعثور على نص تحتاني لجسم آدمي في أرض زراعية مغمورة بالمياه بمركز الستاموني. وبعد شوية أهل القرية لقوا شوية بلاستيك فيه جزء من جثمان، ووالد إيهاب عرف ابنه من النصف اللي لقوه. وقبل الجريمة إيهاب كان رايح ياخد درس في مادة علمية، ولما ما ردش على تليفونه عيلته اتصلت لقوا واحد مجهول بيقول لهم ان ابنهم اتخطف وعايزين فدية 100,000 جنيه. الحكاية دي مش بس حادثة قتل عادية، دي قصة بتكشف عن غدر وخيانة من الشخص اللي المفروض يكون مثال للثقة. والتحقيقات لسه شغالة عشان يكشفوا كل حاجة. الأجهزة الأمنية والنيابة العامة مش مقصرين وبيشتغلوا على قد ما يقدروا عشان يجيبوا حق الطالب إيهاب. الحكاية دي مش بس عملت قلق في الدقهلية، لا دي أزعجت ناس كتير في كل حتة في البلد، والكل حاسس بالحزن ومطالب بالعدل يظهر بسرعة. بعد اللي حصل لإيهاب والتفاصيل الصعبة اللي طلعت عن الخطف، الناس على السوشيال ميديا وتعاطفهم على الفيسبوك وتويتر وغيره، الناس عبرت عن زعلها وتعاطفها مع عائلة الضحية بشكل كبير. وده بيوري ازاي الناس متأثرة بالحادثة وعايزة تشوف العدالة بتتنفذ. المجتمع متجمع مع بعض ضد أي جريمة ممكن تهدد الأمن والأمان والاستقرار، وفي دعوات مستمرة للحكومة إنها تعمل كل اللازم. المصيبة اللي حصلت لإيهاب أشرف عبد العزيز سابت جرح في قلب مصر كلها، بس كمان فتحت عيوننا إننا لازم نشتغل مع بعض عشان نحمي الأولاد والشباب. العدالة لإيهاب مش بس حق لعيلته. في النهاية القصة الأليمة دي علمتنا كتير وفتحت عيوننا على ضرورة الانتباه والحذر في كل تفاصيل حياتنا، خصوصا لما يجي الأمر الأمن وأمان ولادنا وأحبابنا. الحادثة دي مش بس قصة جريمة وخلاص، دي بتخلينا نفكر إزاي نقدر نكون أكتر حماية ودعم لبعض في مجتمعنا. وعلى الرغم من الحزن الكبير اللي خلقته الجريمة دي، إلا أنها كمان خلت الناس تتكاتف وتتحد عشان تطالب بالعدالة وتدور على طريق لتحسين الأمن في محيطهم. التحقيقات لسه مستمرة، وكلنا بنتمنى من قلبنا إن العدالة تاخد مجراها بأسرع وقت، وإن الحقيقة تظهر كلها عشان تهدي قلب عيلة إيهاب وتريح بال كل اللي اتأثروا بالقصة دي. وإحنا كمجتمع لازم نكون دايما صوت للي مالوش صوت، ونكون سند لبعض في الزمن الصعب ده. الحكاية مش بس حكاية إيهاب، دي حكاية كل واحد فينا، ولازم نتعلم منها ونشتغل على إننا نعمل عالم أحسن وأأمن لكل الناس. وفي نهاية الفيديو أتمنى تترحم على إيهاب، ونسأل ربنا يكون في عون أهله.